طبعا في اي بيت بيبقى فيه بواقي، يعني ممكن تبقي طبخه رز تاني يوم يبقى فيه فاضل رز او لحمه مفرومه ناقصه، فاحنا في حل ان انت ممكن تعملي تاني يوم اكله بالبواقي بتاعت اليوم اللي قبليها. هعمل حاجه سهله جدا مش تاخد مننا اي وقت. هي رز بالبسله واللحمه المفرومه بالبشاميل بيتحط في الفرن. المكونات بتاعتها: ربع كيس بسله، رز، لحمه مفرومه، وجبنه بارميجان عشان نحطها على الوش، معلقه زبده، كوبايه كريمه لباني وكوبايه لبن ومرقه دجاج ومعلقه دقيق عشان نعمل بشاميل. هنبتدي اول حاجه بان احنا نسلق البسله. في نفس الوقت هنعمل البشاميل. طريقته: هنحط الزبده، هنحط الدقيق حبه حبه، بعد كده هنزود كوبايه اللبن بس برضو شويه شويه عشان الدقيق ما يكلكعش. بعد كده هنزود الكريمه اللباني والمرقه وهنبشر عليها حبه جبنه. بعد كده في حله هنحط كل المكونات مع بعض، الرز مع اللحمه المفرومه مع البسله والبشاميل، وهنقلبهم مع بعض وهنسيبهم يسخنوا شويه. بعد ما الخليط بتاعنا استوى خلاص او سخن كله مع بعض، هنحطه في بولات ممكن تتحط في الفرن. نحط عليها معلقه بشاميل من فوق، هنبشر بقى عليها جبنه. بعد كده هنحط البولات دي في الفرن وهنفتح عليها الشوايه لمده 5 دقايق. بعد ما البولات الوش بتاعها يحمر هنطلعها. بكده احنا ورينا لكم ازاي ممكن تستعملوا البواقي عندكم زي الرز او اللحمه المفرومه. عملنا رز باللحمه المفرومه بالبسله، سلقناها وعملنا لها بشاميل وحطيناها في الفرن. طعمها حلو جدا جدا، بس جربوها ومون ابيتي.